السجن اللي قدامك ده محبوس فيه أخطر المجرمين في العالم، ومش بس كده دول كمان عندهم قدرات خارقة مرعبة. فيا ترى ايه قصة السجن ده، ويا ترى هيقدروا يهربوا منه ولا لا؟ الفيلم بتاعنا يبدأ براجل اسمه بروش، واللي كان متحاصر وسط شوية من البلطجية، وكان واحد منهم شكله يقرف شبه الوحوش، ومن مناظرهم أكيد واضح إنهم مجرمين خطيرين، وكانوا متحالفين مخصوص عشان يخلصوا عليه. بس في الوقت ده بيظهر راجل اسمه بيباك وبيبدأ يوقفهم، وبعدين بيبتدي يضرب عليهم رصاص. بس الغريب ان الرصاص ده مش بيأثر فيهم، وبيطلع ان اجسامهم خارقة وبتحميهم من الرصاص. وهنا بيباك بيغير التكتيك بتاعه، وبيبتدي ان يضربهم بايده، وبضربة واحدة بس بيقعوا وبيغمى عليهم. وبعدها الوحش اللي شبه العفريت بيبدأ انه يهجم عليه، لكن بيباك بيوقعه في الارض وبيهزمه. وبعد كده بيروح ناحية بروش وبيقول له اطمن يا باشا، انا جيت هنا بس عشان انقذك. لكن انت غلطان عزيزي المشاهد لو مفكر ان بيباك عمل كده بدافع الطيبة، لان احنا بنكتشف ان بروش اساسا قتل بنت بيباك، وبيباك بقى كان عايز يبقى الشخص اللي يقتله بايده. وبعدها بيباك بيعمر سلاحه تاني وبيضربه بالنار، لكن في وقتها بتوصل عربية الشرطة وبتشوف الجريمة بتاعته، والمشهد بيتغير وبنعرف ان العالم ده مليان ناس عندها قدرات خارقة. بس الناس اللي عندها قدرات خارقة بدل ما يبقوا ابطال ويحموا الناس، هم كانوا بيستغلوا قوتهم دي في السرقة وانهم ينهبوا العالم. وعشان يسيطروا على المجرمين دول الحكومة بتقرر تبني سجن محكم ومتطور جدا، وكان معمول مخصوص عشان يحبس اقوى واخطر المجرمين في العالم. وبعد ما بنكتشف ان عمنا بيباك ده قتل ما بين 40 ل 50 شخص، المحكمة بتحكم عليه بالمؤبد وبيترمي في السجن الجميل بتاعنا ده. وبنعرف ان السجن ده بيديره راجل فاسد اسمه والتون ديفلين، وفي اشاعات بتقول انه بيقتل اي سجين بيحاول انه يهرب. بس ديفلين بينكر ده كله في الاعلام، وبيقول ان احنا سجن مهتم جدا بحقوق الانسان ومحترمين، بس بيفكرهم ان السجن ده مش معمول عشان يصلح المجرمين، ده معمول عشان يكون عقاب ليهم على جرايمهم. وبعد شويه دفعه جديده من المساجين بتوصل، ومن ضمنهم بيباك، واللي اصلا بيتفاجئ انه عارف شويه اشكال ضاله جوه السجن من قبل كده. والكابتن برودي ضابط الامن بيشرح لهم ان قدرتهم مقفوله بجهاز اسمه BNI، واللي بيكون مربوط في رجل كل واحد فيهم، وبسبب الجهاز ده محدش يقدر يستخدم قوته جوه السجن. وبتيجي الضابطه موراليس عشان تفحصهم واحد واحد، وبتاخد بالها من واحد اسمه دييجو وكان شكله غلبان وضعيف، وبتضحك عليه وبتقول له خلي بالك من نفسك يا حماده، وبتقول له ان لو ما خدش باله ممكن يتنسف من الناس اللي حواليه دول. ولما بيجي دور بيباك بنكتشف ان هو عنده قوه خارقه كبيره جدا، بس واحد من الحراس بيجي وبيسخر منه وبيقول له ان انت منفوخ على الفاضي، وبيقول كمان ان انت عامل زي البالونه والاعلام عمال ينفخ فيك لحد ما هتفرقع. ولما بيباك بيبص له الحارس بيجيب له ورا وبيرجع زي الفرخه، وده بيخلي بيباك يضحك عليه. بس موراليس بتروح وبتضربه في بطنه وبتوقعه على ركبته، وكانت عايزه تثبت له مين اللي مسيطر في السجن ده لا ينسى نفسه، وبتاكد له انها مش هتقبل اي تصرف غلط منه. وبعد كده بيبتدوا يعرفوا القوانين اللي لازم كل سجين يمشي عليها، وبعدها كل سجين بياخد حاجته الشخصيه زي البطاطين والهدوم وشويه مناديل وبيمشوا. وبعدها بيباك بيروح لساحه السجن عشان يسلم على الرجاله، وهناك بيقابل سجين اسمه جيم، وبيطلع ان هو اخو واحد مات على ايد بيباك، وجيم كان مستني اللحظه دي عشان ينتقم لاخوه من بيباك. ومن غير تفكير الاتنين بيبداوا يضربوا في بعض، بس بيباك بيكون اقوى بكتير وبيضربوا بضربات قويه. وفي غرفه المراقبه المشرف بيكون بيتفرج عليهم ومستمتع جدا، وبيضحك عليهم وبيقول انهم شويه مجانين وبيخلصوا على بعض. ووقتها بنشوف الحراس وهم واقفين قريب منهم، لكن بدل ما يوقفوا الخناقه بيفضلوا يتفرجوا في صمت وكانهم مستمتعين. وفي الوقت ده بيجي دييجو الغلبان وبيتضايق من سكوت المساجين على الخناقه دي، بس سجين تاني اسمه جوردون بيقول له يهدى شويه، وان الحراس مش هيتدخلوا الا لما واحد فيهم يخلص على التاني. وخلال القتال جيم بيكون واقع على الارض، لكن بيضرب بيباك بقوه في مناخيره وبيخليه ينزف، بس بيباك بيمسح الدم على وشه وبيرسم بيها علامه صليب، وهي بتكون نفس العلامه اللي كانت على التيشيرت بتاعه في اول مشهد. وبعدها بيرجع يضرب جيم وبيقلب القتال لصالحه وبيسيطر على جيم تماما. وقبل ما يخلص عليه الحراس بيتدخلوا اخيرا وبيبتدوا انهم يسعقوهم بالكهرباء عشان يوقفوا الخناقه، وموراليس بتؤمر بيباك انه يهدى، بس بيباك بيكون عايز يخلص عليه فبتتحرك وبتضربه وبتسيطر هي عليه. وبعد ما الخناقه بتخلص جوردون بيقرر ياخد دييجو ويفسحه ويفرجه على السجن ويحكي له القواعد، وبيقول له انه في قواعد هنا عشان يقدر انه ينجو في السجن. وبنعرف ان اول قاعده ان ممنوع
ممنوع تعمل فوضى في السجن خصوصا في الساحات. اما تاني قاعدة خليك بعيد عن مشاكل غيرك وما تتدخلش في اي حاجة بتحصل. وهنا بنعرف ان القاعدة ديت اللي خلت المساجين ما يتدخلوش لما كانوا الاتنين بيضربوا بعض. اما بقى تالت قاعدة، اوعى تعمل حاجة غلط لان مدة سجنك هتزيد، ولو عملت حاجة غلط حاول انك ما تتمسكش. ورابع قاعدة ان عمرك ما تخلي اي حد يعمل لك جميلة في السجن، لا حارس ولا مسجون. وجوردون كان باين عليه بقى شخص كويس وتاب عن الجرائم بتاعته، وكان عايز يخرج بالافراج بحسن السلوك بتاعه، وعشان كده بينصح دييجو يعمل زيه ويفضل في حاله في امان. ووقتها دييجو بيسأله عن السجين الخطير اللي اسمه لوب، وان في اشاعات بتقول ان هو مسجون هنا، واللي بنعرف ان واحد من جرايمه انه مرة اتحكم في وخلاها تخلص على عيلتها كلها. ووقتها جوردون بيقول له يوطي صوته، وبعدها بيشاور له على زنزانة ضلمة في اخر الممر، وبيقول له ان لوب قاعد فيها، وبيقول له ان القاعدة رقم 5 ان انت ما تقربش من لوب ابدا. وفي اللحظة دي بيظهر وحش عملاق مسجون معاهم، واللي بنعرف ان اسمه داريوس، وده بيكون الدراع اليمين بتاع لوب. وفي نفس اللحظة بنشوف لوب وهو بيتاخد لأوضة ضلمة، وكان وشه متغطي بقفص معدني. وبعدها بيجي حارس وبيفكه وبيبتدي يسأل لوب، بس لوب ما بيجاوبش على اي سؤال ليهم، وبيقول لهم كلمة واحدة بس، وبيقول لهم نصيحة مني ليكم، طلعوني من السجن هنا وهسيبكم تعيشوا. وفي الوقت ده بنشوف ديفلين وهو رايح له بنفسه، وبيقول له ان شغله كمشرف في السجن بيديله مرتب يا دوب يكفيه على اخر الشهر، وعشان كده هو جاي يعرض على لوب صفقة سحرية، وبيقول له يخلي لوب يحول له الفلوس بتاعته كلها، ووقتها هو هيخليه يهرب من السجن. وبيقول له ان طول ما انت في السجن مش هتستفاد اي حاجة بفلوسك، والاحسن انك تديها لي وانا وقتها هديك الحرية. ولكن لوب بيسخر منه وبيرفض العرض بتاعه، وديفلين بيضحك بسخرية وبيقول له ما تفكرش نفسك بالقوة الجبارة اللي كانت عندك دي، انت هنا في السجن تحت سيطرتي انا، وانا اللي اقدر اتحكم فيك، وصدقني الصفقة دي هي فرصة العمر بالنسبة لك. ولوب بيقرر انه يطنشه، ولكن بشكل واضح لوب شكله بيبتدي يقتنع بكلامه فعلا. وفي نفس الوقت في عيادة السجن الدكتورة ايزابيل بتعالج بيباك واتنين مساجين كمان، وبعدها موراليس بتدخل وبتعمل تفتيشها الروتيني. وبعد شوية دييجو بيدخل لانه شغال تنظيف في العيادة اليوم ده، وهو بيجمع الزبالة، وفي حاله موراليس بتقرب منه وبتقول له يمشي من هنا، وبتقول له اوعى تحكي لحد عن اي حاجة شفتها هنا. والدكتورة ايزابيل بتتضايق من الطريقة بتاعتها وبتستنى لما موراليس تمشي، وبتروح وبتعتذر لدييجو وبتقول له ان مش كل اللي في السجن قاسيين زيها، وبتبدأ تحكي له شوية عن قصص المرضى اللي بتعالجهم في العيادة. وايزابيل بتسيب دييجو وبتروح تجهز نفسها اللوب، وبعدها بنكتشف ان بيباك بيفوق من الغيبوبة بتاعته، وبيقوم بهدوء من غير ما حد ياخد باله، وبيتسلل وراها وبيمسكها من رقبتها وبيرفعها في الهواء وبيرميها في الارض بعيد. وبعدها بيقف قدام لوب المتربط، وكان واضح كده انه ناوي يخلص عليه، وبيقول له انه مفيش حاجة تمنعني من ان اخلص عليك دلوقتي. ولكن لوب كان قاعد هادي وساكت في مكانه، وبعدها بيبدأ يبتسم ابتسامة استهزاء منه، وكأنه بيقول له وريني اخرك ايه. وقبل ما بيباك يضربه دييجو بيجري من وراه وبيمسكه، وبيفضل معطله شوية لحد ما الحارس بيوصل وبيسيطر عليه. وهنا دييجو بيقدر ان هو ينقذ حياة لوب، ولكن في نفس الوقت بيكسر القاعدة التانية انه ما ينفعش يتدخل في مشاكل غيره. بس بعد الحادثة دي اسم دييجو بيبدأ انه ينتشر وسط المساجين، وكتير منهم بيحترموه، خصوصا ان كلهم اصلا كانوا بيكرهوا بيباك، وبيبدأوا ينصحوا انه يستغل المكانة اللي كسبها دي عشان يعيش كويس جوه السجن. وبعد شوية داريوس بيقرب من دييجو وبيقول له ان لوب عايز يقابله، ودييجو بعدها بيروح معاه لزنزانة لوب، واول ما بيوصل لوب بيشكره على انه انقذ حياته، وبعدها بيبدأ يعرض عليه عرض، وكان عايزه ياخد مكان داريوس في المطبخ ويساعده يوصل لحاجات معينة هو محتاجها. وفي المقابل لوب بيقول له انه في الوقت المناسب هيساعده يهرب من السجن، ودييجو بيكون مش عارف يثق في لوب ولا لا. وفي مكتب المشرف بنشوف المساعدة فيليشيا بتحذر ديفلين ان التعامل مع لوب خطر جدا، وبتقول له ان الناس دي ما ينفعش توثق فيها. لكن ديفلين بيقول لها انه عشان يدير سجن مليان اشرار لازم يكون اشر منهم، وبيقول لها لو عايزة تبقى المديرة من بعدي لازم تكوني بنفس الشجاعة. وبعدين بيوريها جوابين، اول واحد بيكون جواب بيرشحها انها تمسك المنصب من بعده، اما تاني جواب كان تقرير بالمخالفات اللي هي عملتها وكان ممكن يضيع منها الفرصة خالص، وبيوضح لها ان هي اللي هتحدد انهي جواب فيهم اللي هيتبعت للإدارة، وان مستقبلها كله متوقف على انها تسمع كلامه وتمشي على قواعده. وتاني يوم وبعد ما ايزابيلا بتكشف على بيباك تاني بتقرر انه بقى كويس وبتسمح له يخرج من العيادة. وفي نفس
نفس الوقت جوردون بيكون في جلسة الاستجواب وبيحاول يقنعهم ان هو اتغير وبقى شخص احسن وانه ما عملش مشاكل ولا كسر القوانين ومش عايز يرجع للعنف. لكن واحد من اللجنة بيقوله ان مفيش اي حد مستنيه بره وان اهله واصحابه اتخلوا عنه ومحدش بقى عايز يشوفه، وبيقولوا له انه مش جاهز يخرج من السجن حتى بحسن سلوك. واول ما جوردون بيسمع الكلام ده اعصابه بتفلت وبيفقد السيطرة على نفسه وبيشتم المحقق اللي بيستجوبه، وده بالظبط اللي كان المحقق عايز يوصل له، وبيقول له انا قدرت استدرجك واخليك تفقد اعصابك وده معناه انك لسه مش جاهز تطلع من السجن. وجوردون بيرجع في صمت وهو مكسور وزعلان. وبعد شويه دييجو بيقابله وبيساله مالك انت كويس؟ وجوردون بيقول له ايوه انا تمام، بس في الحقيقه بيكون جوردون فقد الامل تماما. وبعد ثواني داريوس بيقرب منهم وبيحط شوكه مكسوره قدام جوردون، وجوردون بيفهم ان الشوكه دي عشان يستخدمها ويفك جهاز البي ان اي من رجله، والحقيقه ان دي كانت خطه من لوب واللي كان عايز جوردون يعمل شغب، خصوصا بعد ما كان جوردون فقد الامل وطلبه اترفض. وجوردون بيشكر دييجو على انه كان صاحب كويس معاه، وبشكل مفاجئ بيبدا انه يستفز واحد من الحراس في الكافيتيريا، واول ما الحارس بيلاحظ ان الجهاز مش موجود بيحاول انه يطلب الدعم. لكن قبل ما الحارس يعمل اي حاجه جوردون بيطلع فوق الترابيزه وبيمسك سلك كهرباء من السقف وبيبدا انه يمتص الطاقه الكهربائيه والكهرباء بتمشي في جسمه، وجوردون بيبتسم لانه اخيرا حس بقوته رجعت له. وبعدها بيستخدم قوته الكهربيه وبيضرب بيها الحارس، ودييجو بيجري على جوردون وبيساله انت عملت كده ليه؟ لكن الوقت بيكون فات خلاص وجوردون بيبدا يمتص كهرباء السجن كله، وده بيعمل خلل كامل في نظام السجن كله. وجوه السجن بنعرف ان جيم ومجموعته بيكونوا مستنيين ان ده يحصل، وبتكون دي اشاره ليهم عشان يتحركوا وبيبداوا الشغب وبيحاولوا يتخانقوا مع بيباك تاني، لكن الحراس بتوصل وبيسعقوهم بالكهرباء. وفي وسط كل الفوضى دي لوب بيكون قاعد في زنزانته بهدوء تام وبتكون الخطه بتاعته ماشيه تمام. وفي الوقت ده جوردون بيستغل الارتباك وبيجري ناحيه العياده عشان يستخبى. وفي مكان تاني فيليشيا بتبلغ ديفلين بكل اللي حصل وبتعرفه ان جوردون رجعت ليه القوه بتاعته، واول ما بيعرف ده ديفلين بيؤمر انهم يعملوا حمله بحث كبيره في السجن كله عشان يمسكوه. وفي العياده جوردون بيكون مستخبي في الضلمه وبيفكر هيعمل ايه بعد كده، وفجاه بيتضرب ضربه على دماغه من ورا وبتطلع الضابطه موراليس وعلى طول بتبلغ ديفلين ان هي قدرت تسيطر عليه، وهو وقتها بيقول لها تخلص عليه تماما. وموراليس بتتردد في الاول ولكن في الاخر ما بيبقاش عندها اي خيار تاني، وموراليس بتبدا تضربه بعنف شديد، وجوردون اللي فقد الامل وما بيقاومش خالص، ورغم انها مش عايزه تعمل كده لكنها بتكون مجبره وبتفضل تضربه لحد ما بتقتله. وبعدها الاعلام بيتكلم عن الحادثه على طول، بس ديفلين كان مجهز تقرير مزيف وبيقول فيه ان جوردون مات وهو بيحاول يهرب، وبنشوف وقتها انقسام في الاراء في الاعلام. يعني المذيعه دي كانت مصدقه ان الروايه بتاعت ديفلين صح، ولكن المذيع اللي جنبها كان بيقول ان الكلام اللي قاله ديفلين هو نفسه اللي بيقوله كل مره لما بيظهر فيها حد مات في السجن. وجوه السجن دييجو بيكون بيتكلم مع مراته، لكن موراليس بتقطع المكالمه فجاه وبتقول له ان ديفلين عايز يقابله. ولما دييجو بيوصل ديفلين بيوريه زنزانه الحبس الانفرادي واللي بتكون مكان مرعب مليان رعد وكهرباء ممكن تقتل اي حد في ثواني. وبعدها بيبدا يساله هو لوب كان بيقول له ايه، ودييجو بيقول له الحقيقه انه طلب منه يشتغل في المطبخ مكان داريوس. واول ما بيسمع الكلام ده ديفلين بيسيبه وبيمشي، لكن بيحذره انه من دلوقتي لازم يبلغ عن اي حاجه لوب بيقولها ليه، ولو ما عملش كده العواقب هتكون وخيمه. وبعد كده ديفلين بيروح يتكلم مع لوب عن اللي حصل وبيقول له ان هو عارف ان جوردون هرب باوامر منه، لكن لوب بينكر وده بيعصب ديفلين منه وبيرجع يفكره بالاتفاق اللي بينهم، وبيقول له ان هو لو ما نفذوش قبل التقاعد بتاعه هيرميه في الحبس الانفرادي القاتل. ولوب قال له انه فكر في الاتفاق بتاعه ووافق فعلا عليه، وبيوعده ان يوم التقاعد بتاعه هيحول كل فلوسه ليه، بس في المقابل هو عايز باسورد الواي فاي بتاع السجن. وديفلين بيضحك على الطلب العبيط بتاعه وبيديهوله. وفي نفس الوقت فيليشيا وبرودي وضابط تاني بيكونوا في البدروم بيفحصوا نظام الكهرباء، وبسبب الكلام اللي ديفلين عرفوا من دييجو بيأمرهم انهم يراجعوا كل انظمه السجن. وهما بيتكلموا عن اللي حصل لجوردون فيليشيا كان باين عليها انها ما كانتش موافقه على موته، وبرودي كمان حاسس بنفس الاحساس ولكن كان شايف ان الحفاظ على صوره السجن اهم. وفيليشيا بتاكد ان لازم نظام الكهرباء يتصلح بالكامل قبل تقاعد المشرف ديفلين، لان اليوم ده ممكن تحصل فيه مشاكل كبيره
وبالفعل بيتم إعادة بناء البدروم ونظام الكهرباء. ولما بيقرب يوم تقاعد المشرف ديفلين التوتر بيزيد في السجن كله، والكل حاسس ان اليوم ده في حاجة كبيرة هتحصل فيه. وفي نفس الوقت دييجو بيروح للوب وبيسأله عن ايه اللي ممكن يحصل في اليوم ده، وبيقول له ان هو عايز يهرب، لكن لحد دلوقتي هو مش شايف اي ثغرات واضحة. ولوب بيقول له يهدى وبيطمنه انه هيخرجه، بس لازم يستنى لحد يوم الجمعة وهو يوم التقاعد بتاع ديفلين. وتاني يوم الصبح فيليشيا بيوصل لها ايميل بيعلن ان برودي هو المدير الجديد، وبتغضب جدا وبتدخل على ديفلين وبتهاجمه عشان خلف وعده معاها. وديفلين بيهديها وبيقول لها ان ده قرار الاداره العليا ومفيش حاجه يقدر يعملها، بس بيقول لها انه لسه ده مش رسمي وهيحاول يتناقش فيه. وبعد ايام اخيره بيجي يوم تقاعد ديفلين، وبرودي وفيليشيا كانوا مستنيينه عشان يعرفوا مين هيبقى مدير السجن، لكن ديفلين بيلعب لعبته الخبيثه وبيعين برودي كمدير للسجن. وفيليشيا وقتها بتكون متضايقه ومحبطه، فعشان يرضيها شويه ديفلين بيقول لها انه خلى الاداره تعينها مساعده لبرودي. وبعدها ديفلين بيروح على طول لزنزانه لوب عشان ياخد الفلوس، وبيديله تابلت وبيطلب منه يحول له المبلغ، لكن بدل ما يحول الفلوس لوب بيخترق التابلت وبيعطل كل اجهزه الBNI بتاعه المساجين. وده لان لوب كان واخد باسورد الواي فاي من ديفلين قبل كده. والمضحك بقى ان ديفلين العبيط كان مستخدم نفس الباسورد لكل انظمه السجن. واول ما الاجهزه بتقف السجن كله بينفجر وبيحصل شغب كبير جدا. بس بفكرك عزيزي المشاهد لو مستمتع بالفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا باللايك، وده لان اليوتيوب بيقول لنا ان 5% بس من اللي بيشوفونا هم اللي مشتركين. وما تنساش كمان تكتب لنا بتتفرج علينا من انهي بلد. وبعدها المساجين بترجع لهم القوه الخارقه وبيقدروا يستخدموها بحريه، والفوضى بتزيد اكتر لحد ما الكل بيبدا يقاتل ويستعرض قوته بالكامل. والحراس بيضطروا ينسحبوا لما ما بيبقوش قادرين يسيطروا على الوضع. وفي العياده دييجو بيفرح لما قدرته بترجع له، وبنكتشف ان دييجو مش غلبان ولا حاجه، ده بيقدر انه يتحكم في العقول زيه زي لوب، ولكن بيكون فاقد السيطره على قدرته. فالدكتوره إيزابيلا بتحاول انها تهديه، وفيليشيا وقتها بتحاول تتواصل مع ديفلين ولكنه كان محبوس جوه زنزانه لوب ومش عارف يخرج. وفي نفس الوقت برودي بيتصل بفيليشيا عشان يطلب مساعدتها، وهي بتقول له انه لازم يعيد تشغيل نظام الكهرباء من البدروم عشان اجهزه الBNI ترجع تشتغل. ولما بيكون برودي رايح للبدروم جيم بيشوفه، وبنعرف ان جيم كان بيكرهه جدا وبيقرر يروح وراه عشان يخلص عليه. ولما برودي بيوصل للبدروم الاتصال بينه وبين فيليشيا بيبدا يضعف، وده بيخليه مش عارف يحدد المفتاح الصح. والوضع بيبقى اسوأ لما جيم بيوصل وبيدور عليه، واول ما برودي بيسمع صوته بيستخبى منه وبيحاول يهرب، ولكن جيم بيلاقيه وبيمسكه. وبرودي ما كانش عنده حل غير انه يحاول يقاتل، بس جيم كان صلب جدا وضربات برودي ما بتأثرش عليه، وجيم بيسيطر عليه وبيرميه على الحيطة. وبالصدفة المفتاح اللي برودي محتاجه بيكون في نفس المكان، وبيجمع كل قوته وبيقدر انه يفلت من جيم. وبعدين بيكسر ماسورة قريبة واللي بيطلع منها غاز بيطلع في وش جيم وبيعميه. وبعدها جيم بيخبط في مولد وده بيعمل ماس كهربائي وبيقتله. وفي نفس الوقت ديفلين كان قاعد في زنزانة لوب وما كانش مهتم بالفوضى اللي بره، وكان كل اللي فارق معاه هو الفلوس اللي هياخدها من الصفقة. بس بنتفاجئ ان لوب قرر يوفي بوعده وحول الفلوس كلها لديفلين فعلا، وده بيخلي ديفلين مبسوط جدا منه وبيقول له بالرغم من النوش اللي انت عامله بره انت عارف ان انا لسه مسيطر على السجن. وبعدها ديفلين بيضرب لوب عشان يعرفه ان هو لسه المسيطر هنا، وبالفعل كلام ديفلين بيطلع صح لان بعد لحظات برودي بيقدر انه يرجع الكهرباء من تاني للسجن واجهزه الBNI بتشتغل من جديد، والمساجين بيفقدوا القوه بتاعتهم والشغب كله بينتهي، والحراس بيجروا على زنزانه لوب وبيفتحوها، وديفلين بيؤمر فورا انه يتحط في الحبس الانفرادي مدى الحياه. وفي نفس الوقت بنتفاجئ لما ديفلين بيعلن ان فيليشيا بقت المديره الجديده. وفي مكان تاني بيباك كان قاعد فوق كومه من المساجين المصابين وبيفضل يضحك بشكل هستيري، وبنعرف ان بيباك كان هدفه دايما انه يستهدف الاشرار ويقتل فيهم. وبعد كام يوم دييجو بيروح يزور الدكتوره إيزابيلا في العياده وبيبلغها انه هيتنقل لسجن تاني، وده لان الحكومه بدات توزع المساجين على حسب قدراتهم وان هو مش مناسب للمكان ده. وفي نفس الوقت فيليشيا بتستلم منصبها الجديد كمديره وبتشيل اسم ديفلين من على باب المكتب، وبكده السجن كله بقى تحت سيطرتها. وبرودي بيقرر يستقيل وبيسيب مكانه لموراليس وبيمشي. وفي المشهد الاخير ديفلين بيرجع السجن عشان ياخد داريوس واللي بنعرف انه تم الافراج عنه.
سجنه. وبعدها ديفلين بيقول لداريوس ان انت من دلوقتي هتبقى الايد اليمين بتاعتي، وانه بالفلوس اللي اخدها من لوب هيسافروا بيها على سويسرا ويبتدوا يعيشوا حياتهم من الصفر من هناك. لكن الحقيقه الصدمه ان ديفلين مش بيكون ديفلين، لا ده بيكون لوب ونقل وعيه لجسم ديفلين، وده كان حصل لما ديفلين ضربه في الزنزانه. وعشان كده بنعرف السبب اللي خلى لوب يحول الفلوس كلها باسم ديفلين، وكان سايب ديفلين اللي محبوس في جسمه الاساسي يتحلل ويموت في الحبس الانفرادي. والصدمات مش بتخلص لحد هنا، لان في اخر الفيلم بنعرف ان هو كمان اللي ادى الامر بنقل دييجو من السجن، وده كان عشان يديله فرصه انه يهرب من السجن ويرد الجميل بتاعه ليه. وطبعا دي هتكون زي شوربه الميه لدييجو اللي كان عنده قدرات خارقه ما تقلش عن اللي عند لوب. وبكده بيخلص الفيلم بتاعنا لسهرة النهارده. كلمه بقى اخيره ليك يا عزيزي المشاهد اللذيذ، احنا فعلا بنتعب عشان نقدم لك الفيديوهات دي، فيا ريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك الجميلين بتوعك عشان تتابع كل جديد. وبس كده ونشوفكم على خير، سلام.